في الفيديو ده انا جاي اقول لك ازاي تتعامل مع الخوف من الفشل. وخد بالك من نقطة مهمة قوي، ان الخوف من الفشل ده من اكتر الحاجات اللي بتجيلنا في حياتنا او اللي احنا بنعدي بيها في حياتنا. ان انا دايما ببقى خايف ان انا افشل. فالخوف من الفشل ده حاجة من الاتنين، يا اما هيخليك ان انت تنجح قوي، يا اما هيخليك ما تتحركش خالص. لان انت طول ما انت خايف ان انت تفشل فانت ممكن تفضل واقف في مكانك، ممكن تقف. بس عايز اقول لكم على حاجه، الطبيعي ان اي حد بيخاف من الفشل، لان انت بتبقى عامل مجهود. على فكره انت لما كنت مذاكر زمان، ايام لما كنت بتدرس وكنت بتذاكر، كنت بتروح دايما للامتحان خايف لحسن حاجه تقع مني، خايف لحسن السؤال يجي لي صعب عن اللي انا ذاكرته. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انت عامل مجهود، فانت خايف على المجهود انه يروح منك. لكن اللي مش مذاكر بيروح الامتحان وهو مش خايف، هو عادي جدا، ما عندوش اي مشكله، لان هو ما عملش مجهود يخاف عليه. فطول ما انت خايف انك انت تفشل، حط نفسك جوه الاكشن وصدقني هتنجح، لان انت عامل مجهود. فريليتد بالمجهود ده ان انت خايف من الفشل. اسمع مني، ركز على نجاحك، ما تخليش الخوف يوقفك، خلي الخوف يبقى دافع ليك ان انت تحقق وتوصل اللي انت عايزه. ولو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل مشاركة وتعمل لايك وتعمل كومنت علشان ناس كتير قوي تستفاد هي كمان. وشكرا.